ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعضينا كده فراخ محشية بالرز. تمام. وهي بسيطة جدا جدا، وفعلا بجد طريقة هتعجبكم وهتبقى سهلة قوي قوي لناس كتير ما بتحبش تقف في المطبخ كتير. ما يغركوش ان انا بطلع وبعمل فيديوهات بتاعت اكل والكلام ده، بس انا برضو ايه، زي اي واحدة برضو بتكره المطبخ وعمل لي الحاجة اللي بتبقى في المطبخ. تمام. فدي طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. هنعمل ايه؟ احنا طبعا خدنا الاول الكبدة والقوانص. تمام. عملناها بحته سمنه كده وشوحناها لغايه ما استوت الاول القوانص، بعد كده حطينا الكبده مقطعينها قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده رحت ضايفه بقى في الحله اللي انا هعمل فيها الرز، رحت ضايفه معلقه سكر كبيره خلاص لغايه ما اتكرملت معايا. وبعد كده رحت حاطه عليها البصلايه زي ما انتم شفتوا كده، برضو اصفرت معايا. بعد ما اصفرت معانا كده المفروض ان انا هحط بقى القرفه معاها، عودين قرفه كده، او لو عندك القرفه البودر ممكن تحطي برضو، بس هي انا بحب العيدان بتبقى احسن يعني. تمام. وبعد كده حطيت معايا ايه الكبده والقوانص اللي انا كنت عاملاها. طبعا خدتهم تقلبتين كده مع بعضيهم. بعد كده رحت ضايفه الرز زي ما انتم شايفين كده، هقلبه لغايه ما يتغلف بالماده الدهنيه اللي احنا حاطينها. لا اذا كان بقى زيت، عايزه تستخدمي زيت، عايزه تستخدمي سمنه، براحتك. تمام. حطيت فلفل اسود، السبع بهارات، وهحط معاه الكباب الصيني ورق اللورا والحبهان. انا دول ببقى طحناهم ومخلياهم ايه، مطحونين كده في برطمان لوحده كده عشان خاطر ما يضايقوش ولادي ويجوا يعني في الاكل وكده. تمام. وهرش رشه جوز الطيب، انا بحبها برضو، بحب طعمها في الاكل. لما بكون مثلا هحط حاجه في الفرن او كده فبتبقى ريحتها حلوه قوي، لما بتبقى طواجن بقى، فراخ مشويه، اي حاجه من الحاجات دي بتدي طعمها حلو قوي وريحه حلوه قوي في الفرن. تمام. ادي جوز الطيب اهي، انا بحب ان انا يعني برضو ابشرها عشان تبقى ريحتها فريش يعني. حطينا الميه بتاعتنا اللي احنا بنعمل بيها الرز العادي. تمام. انا مش هسوي الرز سوا كامل، انا هسويه 3/4 سوا كده. تمام. وهاخد منه اللي على قد اللي انا هحشي بيه الفراخ بتاعتي. تمام. والباقي هروح اسيبه يكمل سوا. تمام. لاني برضو ايه، هسيبه لولادي ياكلوه كده. هنا بقى انا بعمل ايه في الفرخه. انا طبعا غسلاها ومخليها زي الفل زي ما انتم شايفين كده. المفروض ان انا هغلفها برضو بملح وفلفل اسود. هحط كده من جوه ومن بره كده برضو ايه، عشان تبقى ايه متغلفه برضو متبله يعني معانا. الملح والفلفل الاسود برضو عشان تبقى طعمها حلو وريحتها حلو. بس. وهاخد بقى الرز اللي انا قلت لكم عليه ده اللي هو مش متسوي سوا كامل. تمام. وهروح عامله الفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده الفرارجي مش يعني انا قايله لهم ما تقطعهاش ما تهربدهاش عشان هعملها وكده وهحشيها. بس الحمد لله يعني هو سمع كلامي، ويعني زي ما انتم شايفين كده مهربدها خالص. بس الجيش بيقول لك اتصرف، انا اتصرفت وهوريكم لما تبقى الحته اللي تحت دي اللي احنا المفروض بنحط فيها الرجلين. يعني بدل ما نخيط برضو ايه، نسهل على نفسينا او نعمل بالخله لو ما عندناش يعني ممكن نعمل ايه. طبعا انا حطيت الرز اهو زي ما انتم شايفين. انا حاطه الرز اللي يعني مش حابه ان انا اضيف فيها رز كتير، هو كده كفايه قوي عشان يبقى طالع من جوه حلو مفلفل، ما يبقاش ماسك في بعضه معجن يعني. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو بصوا مخلي الحته دي مش موجوده اللي انا اعرف ان انا اقفل بيها لو مش عايزه اعمل بخله يعني وكده. رحت عامله لها خرم انا كده، ورحت ماسكاها في بعضها كده. تمام. انا عملت اهو معاكم الفراخ. انا هعمل ايه، هحطها عشان عايزه اقول لكم الخطوه دي بتسهل جدا. حطيت بقى عشان وشها كده يبقى حلو وبيلمع كده، حطيت ويتحمر ويبقى حلو. حطيت سمنه كده، دهنت وشها كده بالسمنه، ورحت حطاها في الكيس الحراري اللي احنا طبعا ايه عارفينه ده. الكيس ده على فكرة يا جماعة بصوا بيسهل معانا جدا، وبيخلي الفراخ فعلا بجد تستوي بسرعة جدا وبتبقى حلوة قوي. يعني بالظبط عملت ساعة ونص كده في الفرن او ساعتين الا يعني. تمام. هنعمل الكيس الحراري كده زي ما انتم شايفين، هنخرمه كده خرمين عشان بس ايه ما يفرقعش في الفرن وكده. هنحط شوية مية عشان خاطر يعني برضو ايه البخار بتاع المية يطلع في الفراخ ويسويها. تمام. انا كده الفراخ معايا استوت زي ما انتم شايفين اهو، بس طبعا عايزه وشها يتحمر اكتر من كده عشان يبقى حلو.
وزي ما انتوا شايفين هنعين طبعا الكيس الحراري دوت. تمام، وهنحطها تحت الشواية شوية كده 10 دقايق كده عشان خاطر بس وشها يحمر. تمام. وزي ما انتوا شايفين ده كان الفيديو بتاعي النهارده. سيبكوا بقى من الحته المقطوعه دي بتاعت الفرارجي، والله هو اللي مش قطعها كويس. بس الحمد لله يعني طلعت طعمها حلو، كان يوم برضو حلو جدا. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك والشير والاشتراك عشان كل جديد يوصل لكم. سلام.